السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم. اليوم راح نسوي لكم وصفة جديدة وسهلة وبسيطة، وهي فطائر الهمبرجر. تطلع طعمها كلش طيب وطريقتها كلش سهلة وبسيطة، وهي كلش عملية، خصوصا هسه احنا مقبلين على شهر رمضان المبارك. الافضل انه احنا نسوي الاطفال الصغار اللي مو بعمر الصيام، نسوي لهم هيجي فطائر حتى ياخذوها للمدرسة، تكون مغذية ومفيدة، ونقدر نسويها من هسه ونضمها بالمجمدة، تكون عندنا جاهزة ومن اروع ما يكون. اليوم راح نسوي لكم خطوة بخطوة. بالبداية راح اسوي لكم الهمبرجر، وبعدين راح نسوي الفطائر ونحشيها بالهمبرجر وتصير ولا اروع، وطعمها كلش كلش طيب. هسه خلونا نبدي بسم الله وعلى بركة الله مع الطريقة. بالبداية حتى نسوي الهمبرجر، هنا عندنا كيلو من اللحم المفروم. طبعا هذا لحم مفروم وياه شحم، لازم الهمبرجر يكون وياه لحم وشحم مفروم وجاهز. وهنا عندي ملعقة كبيرة من بهارات الهمبرجر. طبعا انا مسويت لكم بهارات الهمبرجر، ان شاء الله الرابط راح اخلي لكم اياه بصندوق الوصف، وموجود على قناتي الثانية ايضا. وايضا نحتاج الى تقريبا نصف ملعقة من الملح. وهنا عندي خبز توست، 6 حبات من الخبز التوست. ممكن تعوضونه بالصمون، وممكن ايضا تعوضونه بالخبز المطحون. اليوم انا راح اسوي لكم اياه بالخبز العادي، بما انه كثير من الناس ما يكون متوفر عندهم الخبز المطحون، فاليوم راح اسوي لكم اياه بهذا الخبز العادي. هسه تشوفون يطلع ايضا كلش طيب طعمه، يعني يصير يخبل. وراح نحتاج وياه قليل من الزيت وقليل من الكركم، يعني رشة كركم ورشة فلفل اسود ورشة ثوم مجفف، وممكن تستخدمون الثوم الطازج حسب المتوفر عندكم. اذا هي هاي مكونات الهمبرجر. هسه خلونا نبلش بسم الله مع طريقة العمل. بالبداية أنا راح أخذ هذا الخبز التوست، راح أنقعه بالمي. هنا عندي مي، راح ننقعه بهذا الشكل. احنا ننقعه بس شوية، بس حتى يصير طري. وهسه راح نصفيه بسم الله بهذا الشكل. إذا حبيتوا تستخدمون خبز مطحون تستخدمون نص كوب، أو مثل ما شفتوا إذا تستخدمون من هذا التوست تستخدمون 6 حبات الكل كيلو من اللحم، 6 حبات. هسه أعزائي راح نبدي نعجن كل المكونات مع بعض. نخلي اللحم المفروم ونخلي عليهم التوست. وهنا عندي مثل ما شفتوا تقريبا نص ملعقة من الملح، وملعقة كبيرة من بهارات الهمبرجر، راح استخدم رشة بسيطة من الثوم. طبعا هاي بهارات الهمبرجر همينة بيها ثوم، بس أنا بس راح حتى يعني أعزز الطعم. رشة من الفلفل الأسود، ورشة من الكركم، وراح نخلي قليل من الزيت بسم الله. وهسه راح أبدي أعجن كل المكونات مع بعض. شوفوا أعزائي عجنته صار بهذا الشكل. شوفوا هسه راح نبدي نشكله. ناخذ كيس بهذا الشكل، يعني كيس أنا سويته قطعتين. أنا راح أشكلكم إياه بأسهل طريقة بدون استخدام الماكينة الخاصة مالته. ناخذ قطعة دائرية ونخليها، نخلي فوقها الكيس ونبدي نشكله على شكل دائرة، يعني احنا نتحكم بيها. شوفوا يتشكل عندنا القرص، ونحاول نعدله شوية حتى يصير دائري، يعني مضبوط بهذا الشكل. بهذا الشكل شوفوا، ونستمر الى ان نكمل كل الكمية. شوفوا اعزائي هسه اني خلصت تشكيلهم. هاي الكمية سوت لي الكيلو سوالي 10 قطع، يعني 10 همبرجرات.
انا سويتهم بهذا الحجم، حجم شوي كبير، بس هو بالفرن راح يتقلص حجمه مثل ما تعرفون، لانه هو بشحم، عاده الشحم يذوب ويبقى بس اللحم فيتقلص حجمه، لهذا السبب يتقلص. طبعا انتم ممكن تسوونه على الطاوه يعني على الطباخ، او ممكن تدخلونه الفرن. انا هسه راح ادخله الفرن يعني حتى على مود السرعه، بين ما هو بالفرن انا راح اسوي لكم عجينه الفطائر حتى نختصر الوقت. اذا اعزائي طبعا الفرن انا راح اخليه على درجه حراره 350 درجه فahrenheit، اي ما تعادل 180 درجه مئويه. الفرن راح افتحه من فوق ومن جوا، يعني من الاعلى والاسفل، وراح اخليهم بالرف الوسط. وبين ما هم بالفرن يعني هسه ان شاء الله انا راح ادخلهم بالفرن، وبين ما هم بالفرن ان شاء الله راح نسوي وياكم عجينه الفطائر. اذا اعزائي هسه حتى نسوي عجينه الفطائر، هنا راح نضيف كوب من الحليب الدافي، بسم الله، ونضيف لهم نص كوب من الزيت، وهنا عندنا نص كوب من المي الدافي، بس انا راح اضيفهم للخميره. هنا عندي خميره، ممكن تستخدمون الخميره الفوريه او هاي الخميره الطازجه، هاي 25 غرام من الخميره، يعني وحده خميره طازجه. ممكن تستخدمون ملعقه كبيره من الخميره الفوريه. راح اخلي لها ملعقتين صغيره من السكر حتى تتفاعل الخميره، ونص كوب من المي الدافي، امزج كل المكونات. نخليها على جنب الى ان تتفاعل، الى ان تظهر عليها فقاعات، يعني نص ملعقه صغيره من الملح. ونمزج هاي المكونات مع بعض. نضيف اول كوب ونمزج، طبعا مثل ما تلاحظون الخميره بدت تظهر عليها فقاعات، شوفوا يعني معناها تفاعلت. هسه راح نضيفها، بسم الله، ونضيف لهم الكوب الثاني من الطحين، اذا اعزائي بهذا الشكل مثل ما شفتوا لميت العجينه، خليت لها 5 اكواب من الطحين. هسه خليها تتخمر لمده نص ساعه، خليها تتخمر لمده نص ساعه، وبعدين نرجع لكم حتى نشكلها ان شاء الله. شوفوا اعزائي، وهاي الصينيه الثانيه. هسه راح نتحول حتى نشكلهم ان شاء الله. وهسه اعزائي راح نبدي بطريقه التشكيل. على السطح نخلي قليل من الزيت، بسم الله، وناخذ قطعه من العجينه ونبدي نفردها بالمعلج. وهسه اعزائي راح نبدي نقطعها على شكل دائره، نستخدم اي شيء موجود عندنا بالبيت حتى نحدد بيه، يعني مو شرط الا قالب، اي شيء دائري موجود عندنا بالبيت نستخدمه. نسوي بيه دائره، نسوي الدائره الثانيه تكون شويه اكبر، يعني قطرها اكبر. بهذا الشكل اعزائي نسوي دوائر. هسه راح نبدي نحشيها، نخلي بيها قطعة همبرجر، واختياري تخلون بيها شريحة من الطماطم. راح اخلي لها طبقة من الجبن بهذا الشكل،
وطبقة ثانية من العجينة. ونسدها بهذا الشكل مثل ما تشوفون. طبعا الزيادات كلها نتخلص من عندها. وبهذا الشكل أعزائي مثل ما تشوفون تتكون عندنا فطيرة الهمبرجر، وبنفس الطريقة نستمر إلى أن نكمل كل الكمية اللي عندنا. هسه أعزائي سوينا أول صينية، هسه راح أمسحهم بقليل من الحليب ويا الزيت. طبعا هاي الخطوة اختيارية انكم تمسحوها بالحليب والزيت، بس أنا حبيت أضيف لها سمسم فحتى يعني تلتصق. ممكن أيضا نضيفوا لها صفار البيض أو بيضة ونرش عليها قليل من السمسم. وهسه أعزائي راح أدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، أي ما تعادل 350 درجة فahrenheit. الفرن راح أفتحه من الأعلى والأسفل، وراح أخليهم بالرف الوسط إلى أن يستوون، وبعدين إن شاء الله نرجع لكم حتى نشوف الشكل النهائي إن شاء الله. وهذا أعزائي شكلهم النهائي بطبق التقديم. فتحت لكم واحدة حتى تشوفون شكلها من الداخل، تصير ولا أروع، طعمها كلش طيب، ومثل ما شفتوا طريقتها كلش سهلة وبسيطة، وتصير كلش مغذية وطيبة، وأكيد راح يحبوها الأطفال والكبار. إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم، وألف عافية عليكم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسونا من اللايك ومشاركتها مع الأحباء والأصدقاء حتى هم أيضا يستفادون. شكرا لمتابعتكم، وأشوفكم بوصفة جديدة إن شاء الله، وأترككم في حفظ الرحمن.